ازاي تعرف مين فتح الفيسبوك بتاعك وانت مش واخد بالك؟ كتير مننا يفتح الفيسبوك بتاعه بس ممكن تلاقي حد مخترق الفيسبوك وقاعد 24 ساعه على الحساب، عارف انت بتبعت صور لمين، عارف انت بتبعت رسائل لمين، وفي الاخر انت مش عارف حاجه. هقول لك افتح التليفون بتاعك معايا وهات الحساب زي كده بالظبط. تمام. هنختار الاعدادات والخصوصيه، هتختار الاعدادات هيظهر لك بالشكل ده. هنختار تاني حاجه اللي هي كلمه السر والامان، هيظهر لك الشكل ده في التليفون. هتختار تاني كلمه السر والامان، هيظهر لك بالشكل ده. هتضغط على الاماكن اللي سجلت الدخول منها، هيظهر لك بالشكل ده الاكونت بتاعك. هتضغط على الاكونت هيظهر لك الاجهزه اللي انا دخلت من هنا. مثلا عندي 14 الايفون 14 برو ماكس والكمبيوتر الشخصي والهاتف. تمام. طيب الكمبيوتر ده مش بتاعي، هتضغط هنا على سيلكت، يعني هتضغط عليه علشان تعمل ايه؟ تسجيل خروج. يقول لك تسجيل خروج. شوف انت عايز تخرج من انهي، من اي بند فيهم، الايفون، الكمبيوتر، الهاتف، اللي هو اللي مش بتاعك، فتخرج منه على طول. تمام. وبعد كده تغير كلمه السر. طيب عقوبه ده ايه؟ عقوبه ده هحبسك شهر لو اخترقت حساب، هحبسك شهر وهغرمك 100,000 جنيه وهطلب منك تعويض حوالي 100,000 جنيه. هو حضرتك بتجود من عندك؟ لا مش بجود، ده طبقا للقانون. كل من اخترق او اتلف او ابطأ حسابا الكترونيا او موقعا او بريدا الكترونيا، دي العقوبه بتاعته. طبقا لايه يا باشا؟ طبقا لنص الماده 18 من القانون رقم 175 لسنه 2018، قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات. تحياتي ليكم.